هو والدي الله يرحمه، هو متوفي من حوالي سنتين. كان الموضوع علاقتي بيه كانت قويه جدا يعني، ف يعني انا استحضرت روحه وهو موجود. لو انا كنت موجود كان هينزلني الميدان، زي ما في ابهات كتير منعت ولادها، وكان في واحد بقى يقول لبابا انا نازل رايح لاصحابي وهو يروح الميدان وكده. فكتبت له بعد التحيه الطيبه والفتحه على روح سبتها تملى المكان، كان نفسي اقول اخبارك ايه واخدك في حضني ونفتكر ايام زمان. كان نفسي لكن للاسف الورد لما بيتقطف بيغير العنوان. اياك تكون زعلان عشان ابنك مقصر في الدعاء ليك حبتين. والله كل ما بفتكر بدعي يا ابويا وبقرا ليك قرآن. من غير ما الف وادور عليك انا جاي يابا استأذنك، انا بكره نازل على الميدان، نازل عشان يوم رقدتك الميري رفضت تقبلك. كل الدكاترة تبصلك وسماعاتهم رافضة تسمع اي نازل عشان يوم دفنتك، دفعت رشوة عشان اجيب تصريح وفاة. ما تخافش يابا انا مش هموت، انا مت قبلك من زمن. لحظة ما رحت المدرسة من غير مصاريف الكتب وذنبونا 4 ساعات جنب العلم. لحظة ما عنوان البطاقة في الكمين خلاني ما بقاش محترم. مش فارقة يابا الموت بقى، طلقة رصاص اكرم كتير من ان اموت مقهور ويوماتي يكسر عيني خوف. مين اللي قال ان السكوت احن من المولوتوف؟ القبر يابا اوسع كتير لو البراح مكتوف، او حتى اشوفك مبتسم. ده انت وحشني من زمان، انا بكره نازل على الميدان. الله يا محمد.